أسعد الله مساءكم أحبابي في الله، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. بلا ما نطول عليكم، الأخبار اللي كنا كنتسناو فيها من المفوضية الإفريقية الآن وردت لنا أخبار باللي أن فوز صديق وحليف للمملكة المغربية الجيبوتي محمود علي يوسف برئاسة المفوضية الإفريقية. صراحة الجزائر كما كنتو كتشوفوا مؤخرا كانت كتعطي فلوس وما شابه، يعني الدولار، فلوس الجزائريين، فلوس عائدات النفط، الغاز. الغريب في الامر دابا غتقولوا نتوما علاش المغاربه سواء المصريين او جزائريين او توانسه يقولوا المغاربه علاش يعني كيردوا على الجزائر، لا اولا مشغولين بالجزائر. حنا كردة فعل فقط، حنا ردة فعل. كيف ما شفتوا البارح ملي مشى تبون، والبارح ملي مشى لأديس أبابا إثيوبيا، الجزائر دائما ما خلوه ما قالوا، خرجوا الأبواق ديال الكابرانات. يعني تبون مشى غادي يوقف المملكة المغربية عند حدها، مشى صافي، دخل الشيكور عنده النيف، واليوم خاب الأمل ديالو. وقبل ما ينتخبوا هاد الجيبوتي هذا ركب في الطيارة ديالو هو إبراهيم غالي وجايين معانقين كيبكيو. قطعوا لي قلبي، أنا كمواطن عربي مسلم قطعوا لي قلبي، لأنه ما كان عندهم حلم وداك الحلم تبخر. تصوروا هذا غير ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي وكيلعب بهم الفوتبول، كيلعب بهم كرة القدم، وما بالك كون مشى صاحب الجلالة. كون مشى صاحب الجلالة تبون غادي يديروا له كيطون يبقى برا. تبون خسر $1,000,000 مقابل باش يركب في سيارة من نوع أودي كان تيسوق به رئيس وزراء إثيوبيا، البلد اللي فيه مقر الاتحاد الإفريقي. يعني عطاه 1,000,000 باش يبان قدام العالم باللي أن ولو داك الاستقبال اللي كان استقبله وزير الفلاحة أو الزراعة أو وزير النقل بدون نشيد جزائري، ها هو الآن جاب الأودي رئيس وزراء. وسي نورمال، مادام انت عاطي الشكار ديال الفلوس بالسيف ما يركبوك. إلا كانوا هما مجرد يضربوا بك دويرة بحال الولد صغير وتعطيهم $1,000,000، هما ماذا بهم يوصلوك حتى للجزائر برا، يعني في الكاتكات في الرانج باش تدخل لهم الشكارة. الموضوع هذا ديالنا وهو انتخابات ديال المفوضية الإفريقية. شكون اللي فاز بها؟ فاز بها واحد من جيبوتي اللي هو الاسم ديالو محمود علي يوسف، هو اللي ولا رئيس ديال المفوضية الإفريقية. قلت الأوروبية، ما حنا عايشين في أوروبا، مشى ليا نعقل مع أوروبا. هو اللي فاز بالمفوضية الإفريقية كرئيس. والجزائر مقابل ديك الدورة في الطوموبيل ومقابل ديك الحركات اللي داروا الجزائر تما كيديروا الشكاير والفلوس، يعني جات النائبة ديال الرئيس المفوضية الإفريقية جزائرية. ولكن ما ننساوش رئيس يعني المفوضية الإفريقية صديق وحليف المغرب، وأصلا هاد جيبوتي هي أصلا فاتحة قنصلية لها بمدينة داخلة. والخبر كالتالي: انتخبت قمة الاتحاد الإفريقي اليوم السبت وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف رئيسا للمفوضية الإفريقية بعد حصوله على ثلث أصوات الأعضاء، ليخلف التشادي موسى فكي في هذا المنصب. وجرت الانتخابات في قاعة نيلسون مانديلا بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، حيث شهدت الجولة الأولى خروج مرشح مدغشقر لينحصر التنافس بين جيبوتي وكينيا التي كان يمثلها رايلا أودينغا. وبعد عدة جولات تصويتية حسم محمود علي يوسف السباق لصالحه. ويعتبر يوسف من الشخصيات البارزة في الساحة الدبلوماسية الإفريقية، حيث شغل منصب وزير الخارجية في جيبوتي منذ 2005،
ولعب دور رئيسيا في العديد من القضايا الإقليمية، ومن المنتظر أن يقود المفوضية الإفريقية خلال المرحلة المقبلة في ظل تحديات سياسية واقتصادية تواجه القارة السمراء. وتجمع جيبوتي والمملكة المغربية علاقات جيدة، إذ تؤكد جيبوتي دعمها الثابت لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو ما جسده بشكل عملي بافتتاح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة في فبراير 2020 تأكيدا على موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة. وفازت الجزائرية ب 26 صوت مقابل المغربية 22 صوت. الجزائرية هي اللي غتكون النائبة ديال هذا الرئيس ديال المفوضية الإفريقية، اللي هو بلاده هو أصلا معترفين بمغربية الصحراء وعندهم قنصلية بمدينة الداخلة في المغرب. وهذا تحداته خبر صار المغاربة وخبر دار ولاد بوصباع. الحمد لله. الخبر الثاني اللي هو دائما من قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا، وهو جاء عن لسان رئيس فلسطيني محمود عباس أبو مازن. هذا الرئيس الفلسطيني كيصفع البوليزاريو وداعميها. اشنو كيقول في هذا الاجتماع ديال اليوم هذا؟ للاسف صراحه ملي تدخل ديال صاحب الجلاله وحال الخبر اللي ما علنش عليه التلفزيون المغربي وما علنتش عليه الحكومه المغربيه، والملك ديالنا الحمد لله على سلامته رجع اليوم من الامارات، رجع هذا الصباح الرباط، ومن الرباط مشى لكازا، حاليا راه في كازا الله يشافيه ويعافيه. المغاربه كيديروا الخير وكينساوه. واش في بالكم باللي ان بسبب تدخل الملك مكالمه هاتفيه، وهادشي ما قلناش حنا، قالوه الناس الاجانب، قالوه الفلسطينيين، موقع او البوست ديال حركه فتح الفلسطينيه كتغرد بتغريده في منصه اكس تويتر سابقا بلي ان بفضل الله وصاحب الجلاله الملك محمد السادس اسرائيل تفرج على اكثر من 2 مليار ديال الدولار اللي كانت شادها اسرائيل الفلسطينيين، لان هاد الاكثر من 2 مليار دولار كانوا كلها رواتب ديال الفلسطينيين الموظفين والشرطه الفلسطينيه، وكل من هو موظف من الفلسطينيين كانت متوقع اسرائيل هي اللي كتعطيهم الفلوس كيمشيو لاسرائيل، واسرائيل كتعطيها لفلسطين لحركه فتح المحمود عباس، عاد كيخلص بها الموظفين ويخلص بها جميع العمال الاداريين. بمجرد مكالمه من صاحب الجلاله حفظه الله ورعاه، نتكلموا بالدرجه شويه وحنا اصلا كنتكلموا بالدرجه، هز التليفون وهضر مع الرئيس ديال رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو. شو التطبيع كيرجع بالخير. المغرب ما عمره كان تيطبع هو اصلا على ظهر القضيه الفلسطينيه. المغرب التطبيع ديالو كله من اجل مصلحه الفلسطينيين، كيف ما شفنا في السابق الدولة الوحيدة اللي استطاعت تتحدى أمريكا وإسرائيل وتدخل المساعدات للغزاويين غصبا عن أنف إسرائيليين، وهي المملكة المغربية. مكالمة هاتفية من محمد السادس البنيامين نتنياهو قال لي ودي راه حرام هادشي اللي كديروا، الناس راه الناس ما عندها ما تاكل، سرقوا لهم فلوس ديالهم هاد الموظفين هاد الخدامة هاد الفلسطينيين، كل جميع الإدارات بحال القيادات الجامعات، يعني كل شيء، الموظف اي حاجه، اي موظف، المدرسين المعلمين، كل شيء، اي موظف فلسطيني تابع للسلطه الفلسطينيه الا وكان واقف عليه الخلاص ديالو هذه مده الراتب ديالو الشهري.
ما فيهم وزراء أو فيهم مسؤولين وقياد وولات وعمال وموظفين وأساتذة وكل شيء عنده علاقة. وهاد ديال السبيطارات يعني دكاترة يعني ممرضين، كل شيء، جميع الأشخاص اللي خدامين مع الدولة الفلسطينية مع السلطة الفلسطينية، كانت إسرائيل شادة الفلوس ديالهم، ما باغاش تعطيهم فلوسهم اللي هي أكثر من شوف غير الرقم خيالي، أكثر من 2 مليار ديال الدولار، أكثر من 2000 مليار مغربية، كلها رواتب ديال الفلسطينيين، وشادها غصبا عليهم. إسرائيل شادها عندها، ما بغاش تعطيهم، لأن عندها حرب مع قطاع غزة مع حماس. وبمجرد مكالمة من صاحب الجلالة قال لهم تلقوا لهم فلوسهم. قال لي بنيامين نتنياهو سي يا جلالة الملك كلامك هو الأول، تلقوا لهم. المغرب ما ناضش كيتفخم، راه غير حنا اللي كنتكلموا في هذه المنصه. المغرب ما ناضش يعني كيقول باللي ان حنا شواكر ودرنا وبالسبب ديالنا حنا الموظفين الفلسطينيين غادي يدوزوا رمضان كما يجب وما شابه. نو، ولا تلفازه مغربيه ولا اذاعه مغربيه، مجرد منصات التواصل الاجتماعي هما اللي يتكلموا على هذا الموضوع هذا. وحنا الخبر هذا من خديناه من موقع ديال حركة فتح، السلطة المركزية الفلسطينية هي اللي دارت التغريدة هذه. بفضل الله وصاحب الجلالة الملك المغرب تم الإفراج على أكثر من 2 مليار ديال الدولار، كلها رواتب ديال الموظفين الفلسطينيين. ومن خلال هذه الطريقة هذه ومن خلال هذه المعاملة، هذا اللوجيست اللي دار صاحب الجلالة الله يحفظه لينا، اليوم كانت محمود عباس أبو مازن كانت له رأي آخر وتكلم بطريقة ما شاء الله، اللي هي هزت الكلمة ديالو، يعني أروقة قمة الاتحاد الإفريقي. هذه الكلمة اللي لقاها اللي قالها محمود عباس يعني هزت الأروقة ديال قمة الاتحاد الإفريقي، القمة 38. وأمام الوفود الإفريقية الحاضرة وصف عباس فلسطين بأنها آخر بؤرة استعمار في العالم، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تظل واحدة من أبرز قضايا التحرر في الوقت الراهن. وقال هو محمود عباس: واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة أو تهجير شعبنا الفلسطيني والاستيلاء على أي شبر من أرضنا. هذا كلام محمود عباس. وأضاف أن دعوات انتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره منها هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة وجرائم الاستيطان ومحاولة ضم الضفة الغربية. وأكد عباس أن المكان الوحيد الذي يجب أن يعود إليه 1.5 مليون لاجئ ممن يعيشون في غزة هو مدنهم وقراهم التي هاجروا منها عام 1948 تنفيذا للقرار الأممي 194. هذه التصريحات لم تقتصر على التأكيد على عدالة القضية الفلسطينية، بل كانت وديروا سطرين، ديروا واحد 2 سطور على هذا، بل كانت بمثابة صفعة موجعة للجزائر والجبهة المرتزقة وقطاع الطرق الذين لطالما حاولوا ربط قضية الصحراء المغربية بالصراع الفلسطيني. وأسقطت تصريحات عباس محاولة الجزائر والبوليزاريو لخلط قضية الصحراء المغربية بقضية فلسطين، إذ لطالما سعى كل الطرفين إلى تحويل قضية الصحراء إلى قضية تحرر مشابهة لقضية فلسطين، وهو ما فنده الرئيس الفلسطيني تماما. رجع بعض الإخوان يحاولوا ما أمكن يفهموا بالطريقة اللي غنشرح لها دابا، اللي هي مجرد 2 دقائق أو دقيقة. في هذا الفيديو طولت عليكم. محمود عباس دائما الجزائر والبوليزاريو كانوا يشبهوا رواحهم البوليزاريو كأنها بحال فلسطين، يقول لك آخر مستعمرات كاينين في العالم وهي تندوف وفلسطين. محمود عباس جا اليوم عطاهم صفعات، عطى صفعة البوليزاريو والصانعة ديالها الجزائر باللي أن آخر بؤرة استعمارية وهي فلسطين، وهي الدولة الفلسطينية.
الحمد لله هذه مكاسب اللي حققها المغرب في هذه الاجتماعات الأخيرة، وتحية للمغاربة الأحرار. وصفعة من وراء صفعة البني كرغل. ونقطة أخرى اللي غنضيفها، لأن كانوا هاد الأيام أكاذيب وكيروجوا لشي أكاذيب أبواق الكراغلة فيما يخص هاد المنصب ديال مجلس السلم والأمن الإفريقي، اللي كانوا كيقولوا بلي أن الجزائر قضات على المغرب جاب 17 صوت والجزائر جابت 30 صوت، يعني الجزائر صفعة ضربت المغرب هلكت المغاربة. باش نكونوا واضحين، هاد المجلس السلم والأمن الإفريقي كيكون فيه 15 عضو من الاتحاد الإفريقي. شمال إفريقيا كيكون عنده واحد فقط، وهاد الواحد اللي كان وهو المغرب، انتخبوه 2022، المدة ديالو 3 سنين من 2022 2025 3 سنين. يعني المغرب ما عندوش حق، طولت عليكم الفيديو، المغرب ما عندوش حق يترشح. المغرب من القوانين والبنود ديال الاتحاد الافريقي لا يحق لاي دوله لاي عضو من الاعضاء ان يترشح مرتين. المغرب ما كانش مرشح. يا بني كرغل اللي كتقولوا غلبتونا، باش غلبتونا؟ حنا اصلا كنا مرشحين، حنا المنصب كنا شاغلينو، حنا المنصب هذا ديال السلم والامن الافريقي في شمال افريقيا كنا شاغلينو، حنا اللي كنا مستحوذين عليه، وما عندناش حق نترشحوا مره ثانيه. يعني كيبقى الصراع ما بين الجزائر وليبيا فقط، بلا ما تقولوا غلبتونا ما غلبتونا. ولا قلتوا شي حاجه واش غلبونا، اجيو خذوا الصحراء، اجيو طلعوا على المحيط الاطلسي، كاين شي حوت تما وكاين شي سردين وبقرينيس ما شاء الله. ولا كانت عندكم اسلحه روسيه وما شابه، اجيو مرحبا تفضلوا. علاش كتعطيو السلاح نتوما للبوليزاريو؟ على نتوما ما تقدروش تدافعوا، نتوما باش رجال. اجيو جريو على بوليزاريو بلا حنا اللي كنعرفوا المغاربه. اجيو الحمد لله. يعني شركه كوكاكولا عندها فرع ديالها في المغرب، يعني وحنا طالبين منها يعني صناعه قنينات خاصه ببني كرغل. حنا عندنا طلب من شركه كوكا باش تصنع لنا قنينات خاصين للكراغله، وهادو ما يمكنش يستعملوهم المواطن المغربي ولا يصلحون يعني للشراب. هادو خاصين غير بالكراغله، نهار اللي يسخن عليهم راسهم ويبغيو يتبردوا يجيو مرحبا بهم. تهلاو لي فريكم، خليو لي شي كومونتير، الدعم والبارطاج.